فلاح حسن الحاضر بهذه المباراة. هذا هو محمد صالح يكلم حكم المباراة، وأيضا رئيس الهيئة التطبيعية إياد ريان المعانقة للحارس علي ياسين ومحمد صالح ابن الموصل الحدباء أمام ابن العاصمة بغداد في مباراتنا لهذا اليوم. علاء رعد على التنفيذ. الركلة الأولى، الركلة الترجيحية الأولى لنادي الزوراء. علاء رعد على التنفيذ لأولى الكرات. الركلة الترجيحية الأولى وعلاء رعد بمواجهة الحارس محمد صالح. فلتبدأ ركلات الحظ الترجيحية وحبس الأنفاس والدعوات لكل الجماهير. هناك من يدعو بأن تسجل وتمزق الشباك، وهناك من يدعو أن تصطد من محمد صالح. هذا هو علاء رعد تصدي الكرة الأولى من محمد صالح. نعم، ابن الموصل الحدباء يتصدى لأولى الكرات، يتصدى لأولى الكرات. كرة اللاعب علاء رعد. محمد صالح يفسد الهدف الأول على نادي الزوراء. ضاعت كرة اللاعب علاء رعد. أولى الكرات يصطادها الحارس محمد صالح، ذكرتها من الحراس المميزين في ركلات الترجيح. نشاهد إحسان حداد وعلي ياسين. إحسان حداد وعلي ياسين. علي ياسين وإحسان. هدف جميل، نعم جميل، واللاعب متحمس. وجمال الهدف من إحسان حداد، يضع الكرة في الزاوية اليمنى للحارس علي ياسين. والهدف الأول والركلة الترجيحية الأولى لنادي القوة الجوية. 1-0. هدف لنادي القوة الجوية، لا شيء للزوراء. هذا هو ضرغام. نشاهد عفوا مهدي كامل. مهدي كامل ومحمد صالح من جديد. مهدي هدف جميل لكن خطرة، والكرة كانت صعبة جدا يا مهدي كامل، كانت صعبة، وكان أن يصطاد الكرة الثانية. بالفعل حاول بالكرة الثانية محمد صالح، لكن مرت. ويأتي أول الأهداف لنادي الزوراء بكرة اللاعب مهدي كامل. الكرة الثانية، الركلة الترجيحية الثانية، وإبراهيم بايش وعلي ياسين. علي ياسين، هل يعود بالزوراء علي ياسين بتصدي لكرة إبراهيم بايش؟ نترقب أو يكون الهدف الثاني. إبراهيم بايش. هدف جميل يا إبراهيم بايش، بهدف، نعم بطريقة يقول كلمني، وبقوة. هدف لا يصد من إبراهيم بايش. والركلة الترجيحية الثانية تترجم بشباك الحارس علي ياسين. وثاني الأهداف لنادي القوة الجوية. يتقدم ضرغام إسماعيل لتنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة. ضرغام إسماعيل، ضرغام ومحمد صالح من جديد. هذا هو أخطبوط الصقور أمام نورس العراق. ضرغام، هدف، نعم إثارة ومتعة لضرغام إسماعيل، وتحدي وإصرار ليبث روح المنافسة بقلوب أصدقائي زملائي بهذه اللحظات بهذا الهدف الجميل من ضرغام إسماعيل. الركلة الترجيحية الثالثة تترجم من ضرغام إسماعيل. 2 لنادي القوة الجوية، ترجم بشكل جميل. وهذه ثالث الكرات، الركلة الترجيحية الثالثة. البديل لؤي ماجد العاني وعلي ياسين. علي ياسين هل يعود بدفة المباراة؟ ولؤي ماجد العاني من ماجد العاني. هدف جميل وممتع
وإثارة لعلي الشاهد. هذه هي الدموع، هذه هي دموع الحزن أم الفرح بملعب الشعب الدولي من رئيس مشجعين رابطة نادي القوى الجوية الكابتن علي المالكي بهذه المباراة.